الصوت هو البداية اللي منها بنحكي ونعبر ونخلي الكلمة تعيش. يمكن الصوت مش بيتشاف بس بيقدر يوصل لقلوب الناس أسرع من أي حاجة تانية، من أول همسة لآخر نفس في الجملة. الصوت هو اللي بيحول الإحساس لحكاية. على سطح هذا الكوكب الأزرق تدور ملايين القصص في صمت تام، بين أوراق الشجر التي تتنفس الضوء ومياه المحيط التي تخفي أسرار الزمن. هناك حياة تنبض دون أن نسمعها، من قلب الصحراء إلى القطب المتجمد. يتحد الإنسان والطبيعة في رقصة خفية عنوانها البقاء والتوازن، ومع كل شروق جديد تذكرنا الأرض أنها ليست لنا فقط، بل نحن جزء منها كما هي جزء منا. في كل زاوية من المستشفى في قصة حياة بتبدأ من جديد. أم ماسكة إيد طفلها بعد عملية صعبة، راجل بسيط خرج من العناية وهو بيضحك للممرضة، ودمعة فرح بتنزل بعد كلمة العملية نجحت. في مستشفى الحياة احنا مش بس بنعالج، احنا بنرجع الأمل من تاني. ساهم حتى لو بخطوة صغيرة، يمكن تكون سبب إن حد يرجع للحياة من تاني. مستشفى الحياة، لأن الشفا مش بس العلاج، الشفا كمان أمل. انت فاكر ايه؟ انك لما تسيبني وتختفي انا هفضل استنى؟ لا، خلاص، المرة دي هتسمع اللي عمرك ما سمعته. كنت كل مرة اقول يمكن يتغير، بس الحقيقة انا اللي اتغيرت، بقيت اشوفك على حقيقتك. كدبة كنت انا بس اللي مصدقاها، بس خلاص انا مشيت وعشت. يا بابا، شوف البحر كل يوم بيناديني، بيقولي موانا البحر اختارك. بس ازاي؟ انا بنت صغيرة من الجزيرة، يمكن البحر شايف فيا حاجة أنا نفسي لسه ما شفتهاش. ما تخافش يا لالا، أنا راجعة، راجعة ومعايا حكاية جديدة. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في نشرة الأخبار. أعلنت وزارة الصحة اليوم عن انخفاض ملحوظ في معدلات الإصابة بالأمراض الموسمية، مؤكدة أن الإجراءات الوقائية التي اتخذت خلال الأشهر الماضية ساهمت في تحسين الوضع الصحي العام. وفي الشأن العربي، بدأت في القاهرة أعمال المؤتمر الإقليمي للتنمية المستدامة بمشاركة ممثلين من أكثر من 20 دولة عربية لبحث سبل التعاون في مجالات التعليم والطاقة والبيئة. ونختتم نشرتنا بحالة الطقس، حيث تشير التوقعات إلى استمرار الاعتدال في درجات الحرارة خلال الأيام القادمة، مع فرص محدودة لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية. كانت هذه نشرة الأخبار، شكرا لحسن المتابعة. لحظة هدوء خلقت لك وحدك، وسكون يلتف حولك كنسمة دافئة، عالم من نعومة وسحر لا ينسى، قطعة صغيرة تذوب ببطء كأن الوقت توقف، وكل إحساس فيك تذوق السعادة. ميلورا، لأنك تستحقين اللحظة بكل طعمها. الحكاية كلها في الصوت. الصوت هو البداية، والبداية دايما بتبدأ بإحساس.